اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا يا جماعة نعمل من كيلو وربع من الدقيق 3 كيلو ونص من البيتفور. عايزة اقول لكم بيدوب ذوبان في البق، طعمه خطير جدا. هتفرحوا بيتكم وولادكم بحاجة نظيفة وموفرة ولذيذة. شايفين البيتفور مطلع معايا كمية حلوة جدا، مش عليكم غير ان انتوا تنزلوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. ويلا بينا نسمي الله وندخل على الطريقة. معايا 350 جرام من السكر البودر، وبموزنهم بالميزان اللي انتوا شايفينه ده. سعره رخيص جدا يا جماعة، لكن بينفع في البيت جدا. وعندي قالب فرن، انا بحب اعمل بالزبدة الفرن، بيبقى طعمها لذيذ جدا في الحلويات. ده كده كيلو. عندي في التلاجة من تحت، هطلعه واقطعه بالشكل ده علشان سهل عليا المهمة. هنخل بقى السكر البودر عشان ساعات بيبقى فيه تكتلات من الجو. هنضربه بقى من مضرب البيت، يا سلام لو عندك عجان، ربنا ما وسعش عليكي يبقى مضرب البيت. ما عندكيش مضرب بيت هتعملي بايديكي، مفيش اي مشكلة. يبقى هندوب الزبدة في السكر كويس جدا لغاية ما الزبدة بتاعتي اللي لونها اصفر دي لونها يفتح، ويبقى القوام معايا كريمي زي ما انتوا شايفين كده. ما نملش ولا نزهق، لازم نضرب كويس. هنزل بكيس من الفانيليا علشان البيض. حطيت اول بيضايه معاك وهو هدوبها، وهنزل بتاني بيضايه وادوبها، وتالت بيضايه وادوبها. طبعا انتوا مش شايفين البيض يا جماعه من المضرب، لكن لما بوقف المضرب كده بنزل بالبيضه. وادي رابع بيضايه. هحط 5 بيضات. انا حطيت 5 بيضات لان البيض معايا كان بلدي، لكن لو زراعي يبقى 4 بيضات. حطي كده في الورقه والقلم واكتبي ورايا: 4 بيضات لو زراعي، و5 لو بلدي. 350 من جرام من السكر البودر، وكيلو الزبده او السمنه، او السمنه البلدي اللي انتي بتحبي تستخدميه استخدميه. دوبناهم كويس جدا. هنفض بقى المضرب بتاعي كده، وطبعا بنحط البيضة واحدة واحدة علشان أنا محتاجة الهشاشة بتاعت الزبدة والسكر تفضل معايا علشان البيتيفور يبقى ناجح معايا. تعالوا بقى نجيب كيلو وربع من الدقيق، أو كيلو بالظبط كيلو و200 جرام. كيلو و200 جرام. لو احتاج معانا العجينة اللي احنا نحط دقيق تاني هحط بقى ربع معلقة من البيكنج باودر. ربع معلقة من البيكنج باودر. جميل. هنخله برضو، وهنخل بقية الدقيق، يبقى كيلو و200 جرام من الدقيق. احط لكم يا جماعة المقادير كلها في صندوق الوصف علشان ما حدش يتوه مني. هجيب بقى من تحت لفوق بالشكل ده. انا مش هعجن، انا بس بلم الدقيق يتداخل بس كده مع الزبدة، لكن مش هعجن. البسكوت والبيتيفور مش محتاج ان هو يتعجن. هخفي بس الدقيق بالشكل ده. بصوا بلمه لم كده لغاية ما الدقيق كله يختفي معايا كده. تمام. انا هنا استعملت النجمة اللي هي الصغيرة او اللي هي الضيقة دي يا جماعة في الشكل الاولاني. بصوا هجرب معاكم كده. هنجرب قطعتين او 3 قطع وندخلهم الفرن وهنشوفهم هيفرشوا، هينشفوا، هي... هيبقى شكلهم ايه. دخلتهم الفرن وطلعوا زي ما انتوا شايفين كده زي الفل. يبقى كده تمام، قلبي يطمن. وهعمل بقية الكمية. ولما حابه ان انا اعمل الشكل اللي هو بالكاكاو ده، هحط معلقه كاكاو على عجينه وبرده هقلبها بنفس الطريقه. بصوا بقى الشكل دوت. النجمه اللي هي اوسع شويه، وادي اللي انا حطيت عليه الكاكاو كمان استوى. طبعا طلع معايا كميه حلوه جدا. بصوا المربى دي يا جماعه بتروح عند الحلواني اللي هو بيبيع مستلزمات حلواني، تقولوا له عايزين اللي احنا عايزين المربى الكريمي بتاعه تلزيق البيتيفور. عايزه اقول لكم ان هي حلوه اصلا في الاكل، النوع ده حلو جدا. يعني احنا طول رمضان بنستعمل منها بالقشطه كده بالمربى على السحور، واللي اتبقى هعمل بيه البيتيفور. بصوا هتعملوا بالشكل ده. كميه مش كبيره، وكل واحده على اختها. وهنزلها كده في البرنجز او اسمه ايه، في الفرمسيل. حاجه بتوه من دماغي. وبعد ما اخلص الكميه كلها طبعا خليت ولادي قعدوا يلزقوا معايا، وسيحت برضو شوكولاته. لزقت شويه بالشوكولاته وشويه بالمربى. يعني المربى لما خلصت استعملت بقى الشوكولاته سيحتها على حمام بخار. بصوا بحط حبه وبحط كيس، وبحط حبه وبحط كيس، يعني بعزلهم ما بحطهمش كلهم فوق بعض. وزنتهم بقى طلعوا 3 كيلو ونص من البيتفور ده، غير اللي احنا كان العيال كلوه هم بيلزقوا
البيتي فور طعمه حلو جدًا، ناعم وطعمه مضبوط جدًا يا جماعة، وطبعًا موفّر ولذيذ. كل سنة وأنتم طيبين.